جربت تنام مرة وحسيت انك قلقان ومش قادر تنام، ودايما قاعد تفكر في حاجة هي شاغلة بالك مخلياك دايما مفتح عينيك ومش قادر تنام. جربت تحط موسيقى النوم عشان تنام وما نمتش برضو. دي حاجة اسمها القلق. القلق ده بيجيلك من ان انت قاعد تفكر في حاجات كتير شاغلة بالك طول اليوم. الحاجة دي مخلياك دايما مفتح عينيك مش قادر توصل لحل. طب تعمل ايه لما تلاقي نفسك وقعت في المشكلة دي؟ جرب تعمل زي ما عمل مريض القلق اللي كان كل يوم بيجيله ومخليه مش قادر ينام، لدرجة انه فكر ينتحر كذا مرة بس ما انتحرش، فشل في الانتحار. راح فكر انه يروح يزور طبيب. لما فكر يروح يزور طبيب، الطبيب قال له نصيحة غيرت مجرى حياته. قال له اول ما يجيلك القلق حاول انك تقوم تلعب رياضة وتجري او تجري في الحي اللي انت فيه. تفضل تجري نص ساعة ساعة على قد ما تقدر، وبعدها او بعد اسبوعين ابقى تعالى زورني وقول لي ايه التغيير اللي حصل لك. وقد كان اول ما المريض ده جاله بالليل القلق، قام لابس هدومه ولابس الكوتشي وخد بعضه ونزل يجري. فضل يكرر الموضوع ده، وكل مرة بيرجع فيها البيت بيلاقي نفسه حاسس بسعادة وبتعب ومخليه منتشي كده عايز يروح ينام بأي طريقة. اتعود على الطريقة دي وابتدى ان القلق ده يروح تدريجيا. عشان كده انا بقول لك لو صابك القلق عايزك تعمل ال5 خطوات دول. اول حاجة، حاول تسمع فيديو تعليمي عالي الجودة على اليوتيوب تتعلم منه حاجة تشغل بالك. افتح مذكرتك واكتب فيها كل ما يجول في خاطرك، كل كبيرة وصغيرة، وادعي ربنا انه يكون معاك. تالت حاجة، قبل ما تنام صلي ركعتين بخشوع لله وطمأنينة وقوم لفراشك. خلي بالك انك لما تصلي ركعتين بهدوء وطمأنينة هتبتدي تحس ان الافكار السلبية ابتدت تروح من دماغك وهتبتدي تحس بالراحة. رابع حاجة، جرب تنام على جنبك اليمين وتحط بين رجليك وسادة وبين ايديك وسادة، وتقعد تسمع كده موسيقى هادية تقول فيها تحدث نفسك او كل عضلة في جسمك تحدثها وتقول لها ايه اللي مخليها تبقى متشنجة ومشدودة بالطريقة دي، وتنفس ببطء وطلع النفس من بقك برضه ببطء. واخر حاجة ودي كانت اهم حاجة، العب رياضة قبل ما تنام تلت ساعة. الرياضة بتخلي هرمون الاندروفين او هرمون السعادة ينطلق في جسمك ويخليك تروح في نوم وسبات عميق. عجبك الفيديو دوس لايك واعمل لنا شير واكتب لنا كومنت وفولو. صباح الفل.